السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. الفيديو ديال اليوم هو المخنفر ولا الخبز الماوي اللي كيجي رائع بزاف. طريقة التحضير سهلة وكذلك المكونات، تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد البيضة اللي كتكون بحرارة المطبخ. هنا كنزيدو معلقة ديال السكر سنيدة، ومن بعد غادي نزيدو هنا الدقيق ديال الفينو. هنا خديت 250 غرام ديال دقيق الفينو و 250 غرام ديال الدقيق الابيض. هنا غادي نضيف الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب الكميه اللي دايرين، وهنا غادي نزيد الماء الكافي اللي غادي نخلط به العجين ديالي. كنخلط دوك المكونات مزيان مع بعضياتهم. من بعد غادي نبدا نضيف المكونات الاخرى بشويه بشويه. من بعد ما خلطت الفينو دابا غنضيف الدقيق الابيض، حتى هو هنا خديت 250 غرام. غادي نضيف عليه هنا 2 خمارات ديال الحلوى، وغادي ندير الماء الباقي اللي غادي نكمل به الخليط ديالي. كيف ما كتشوفوا هنايا هذا هو القوام اللي حصلت عليه. هنا بقى لي خميره الخبز. هنا العجين ما خصوش يكون ثقيل بزاف وما خاصش يكون خفيف. هنا غندير معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وغادي نعاود نخلط كل شيء بالطراب اليدوي. كنطرب مزيان، ومن بعد كنديرو في المولينكس ولا بالخلاط الكهربائي باش كيعاود كيتطحن لينا مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عاودت كنطحنو مزيان. كندير شي 3 دقائق تقريبا باش كنخدمو مزيان. هنا بالنسبه للكميه ديال الماء تقريبا خدات ليا 700 مليلتر ديال الماء. كيبقى على حساب الجوده ديال الدقيق واللي عندكم، سواء الدقيق الابيض ولا الفينو. تقدر تهز لكم قل ولا اكثر. صافي هنا غادي نخليه حتى غادي يخمر ليا مزيان. بالنسبه هنا الاختمار ديال هذا الخليط ما نخليوش حتى يخمر بزاف بزاف، لانه ما كيصدقش ملي كيخمر بزاف، ما كيجيش زوين. كنخليه واحد شويه تقريبا. هنا ناخذ ليا واحد نص ساعه. كناخذ هنا المقيله كنسخنها مزيان، كندهنها سواء بالزيت ولا بالزبده، وغادي نضيف كميه من داك الخليط ديالي. هنا بالنسبه للحجم كيبقى على حسابكم نتوما، على حسب المقله اللي عندكم. هنا انا درت حجم متوسط. وكنخليه حتى كيشد راسو مزيان. هنا كيف ما شفتوا حتى كيبدا يدير دوك الفقاعات. كندير رشيشه ديال الزيت كيف ما قلت لكم ولا الزبده من الفوق، ومن بعد كنبدا نقلبو. من بعد ما كتحمر الجهه الاخرى صافي كنحيدوها. كيف ما كتشوفوا راه كيجي محمر مزيان من الجهتين. وكنعاود ندهن المقله مره اخرى، هذا باش كنحط العجين ديالي. بالنسبه للعافيه هنايا كتكون غير متوسطه، ما تكونش قليله بزاف وماشي مجهده. كنخليه كيف ما كتشوفوا غا كيبدا يشد راسو، كنضيف شويه ديال الزيت.
وكيف ما شفتوا معايا كنقلب الجهه الاخرى حتى كتحمر وكنحايدهم. غادي نستمر على هذه الطريقه حتى غادي نساليهم كاملين. كيف ما شفتوا المكونات بسيطه، كيوجدوا بسرعه وكيجيو رائعين بزاف. هنا كيف ما شفتوا من بعد ما كملوا كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو خفاف هشاش وكيجيو لذاذين بزاف. هنا بالنسبه للتقديم كيبقى لكم الاختيار نتوما باش بغيتوا تقدموهم. هنا خديت انا شويه ديال الزبده بلديه مع شويه ديال العسل، دوتهم مع بعضياتهم وكنديرهم من الفوق، وبالصحه والراحه راه كيجيو اكثر من رائعين. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء. ما تنسونيش من اللايكات ومن التعليقات ديالكم. وهذا هو المخنفر ديالي اللي كيجي اكثر من رائع وكيجي لذيذ. هنا نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو خفافين وهشاشين ومفشفشين كيف كنقولوا. خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله.